السلام زوينه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو لقاكم باذن الله في اتم الصحه والعافيه. كيف كتشوفوا معايا البنات، اليوم اقتراحي لكم في هذا الفيديو بسيطلات مالحين كيجيو غزالين رائعين لذاذ مقرمشين وفقط بالعجين السحري، وكتجي القرمشه ديالهم يا سلام كانهم موجدين بالورقه. اسمعوا معايا القرمشه البنات كيفاش كتكون، كيكونوا محمرين وطايبين من الاسفل، والقرمشه ديالهم يا سلام. سمعوا معايا البنات كيفاش كتكون القرمشه، كيجيو خطيرين. تابعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا عن المقادير وكيفيه التحضير. بالنسبه للعجين السحري كيف كتشوفوا معايا، عندي 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال العسل والماء دافي، باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. غير شويه دفيوه، دابا الجو بارد وكيكون الماء بارد بزاف، يعني غير واحد شويه تهرسوا ديك البروده. بالنسبه لهذا العجين السحري البنات، مكوناته بسيطه وما كياخذش منا مجهود. غير غنجمعوا العجينه ديالنا، ما كتبقاش هكا كتفتت وناشفه، غير كتجمع وكندلكوها دليكه خفيفه، يعني كنديوها ونجيبوها فوق سطح العمل صافي، وغدهنوها بشويه الزيت وضعوها في بلاستيكه وغتخليوها. فهي ديك الساعه كدهن كتدلك راسها براسها، ما كتاخذش لكم وقت كتير ولا مجهود. ها نتوما البنات، من مجرد ما ساليت من العجينه ديالي جمعتها كيف كتشوفوا معايا، حيدتها من هذا الاناء وغنوضعها في سطح العمل كيف عودتكم دائما، بدون مجهود بدون مكونات اللي هي كثيره. نقدموا شي حاجه اللي راقيه في المنظر والمذاق ديالها يكون زوين بزاف. صافي هذا هو العجين ديالنا البنات. غندهنوه بشويه ديال الزيت بطبيعه الحال باش ما يشكلش لنا ديك القشره، ونديروه في ميكا او بلاستيكه او فيلم اليمونتير اللي عندكم البنات. المهم ضروري ديروها في البلاستيكه وسدوا عليها، فهي كيف قلت لكم كتدلك راسها براسها. بالنسبه للحشوات اللي غنخدموا بهم هاد البسيطلات هذه، عندي هنا بصله خضاريه، عندي الفلفله حمراء، شويه ديال صدر الدجاج مقطع رقيق، عندي هنا شويه ديال الفطر المعلب ولا الطري اللي عندكم، عصير نصف حامضه. في التوابل البنات كيف كتشوفوا معايا التحميره، عندي الخرقوم البلدي، الكمون، البزار، عندي تومه بودره، وعندي سكينجبير. هادو هما العطريه اللي غنخدم بهم. طبيعه الحال الملحه، قزبر ومعدنوس، واحد التقطيعه تكون مزيانه تقريبا واحد 3 المعالق كبار، وبطبيعه الحال الزيت باش غنشحروا هاد المكونات. فوق البوطه البنات غتكون النار مرتفعه، غنديروا الخضره ديالنا تتشحر هي وهذاك القطع ديال صدر الدجاج، تقدروا تعوضوه بصدر الديك الرومي. كتضيفوا التوابل، ودائما النار تكون مرتفعه باش هذيك الخضره كتشحر، ما كتمياش، ما كتطلقش الماء ديالها. صافي تحركوها مزيان مزيان حتى كتدبال. من بعد غتضيفوا باقي المكونات. بالنسبه لي انا البنات كان عندي شويه ديال القمرون او كروفيت، ضفتو هنايا قياس واحد زليفه صغيره، ضفت عليه الشامبينيون وعصير الحامض. غادي تحركوا المكونات جيدا حتى كتشحر هذيك الحشوه ديالنا. بالنسبه للفيرميسيل حتى هي رطبتها في شويه ديال الماء سخون مع قليل من الملحه، صفيتها وقطعتها دوزتها في الهاشوار البنات، شحرتها حتى هي باش تشرب بهذوك العطريه والمكونات. وخارج النار كنضيفوا قزبر ومعدنوس وكنحركوا مزيان. انا البنات راه زدت حتى الهريسه، ما تصوراتش معايا الصلصه الحاره حتى هي كتجي زوينه بزاف. فهاد البسيطات كيف شفتوا معايا غيكونوا بمذاق الحوت. نوضعوا الحشوه على جنب باش تبرد، وندوزوا للعجين اللي كيف قلت لكم كيكون ارتاح تماما وكيولي مطاطي. ناخذ واحد زلافه ديال الزيت حطوها حدانا، دهنوا اللاطا ولا البلاطو اللي غتحطوا فيه هاد الكويرات هادو، تتشكلوا العجينه ديالكم على شكل كويرات، الحجم حسب الرغبه البنات. انا هنا درتهم هكذا صغيورين حيت غندير بسيطلات يعني فرديين كيجيو هكذا غزالين وهماويين. البنات اللي اول مره كتزور القناه وعجبها المحتوى، مرحبا بك، شاركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد باذن الله. من بعد ما كنكملوا الكويرات كندهنوهم هكذا بالزيت، ضروري البنات دهنوهم هكا بالزيت، ورجعوا لي بنفس البلاستيكه، غطيوهم ووضعوهم على جنب واحد 10 ديال الدقائق هكا بما ترخفات العجينه. من بعد بنات الاضافه اللي كندير، عندي هنا واحد الزيت، قريعه ديال الزيت مرقده فيها التحميره عفوا والخرقوم البلدي. ناخذ كميه منها وزيت عاديه، وكنضيف
راس المعلقه كيف شفتوا معايا من خميره الحلويات. هذيك هي الخلطه السحريه باش غادي نورقوا هاد المسمنات هادو وكيجيو مورقين ومقرمشين كيف سمعتوا معايا في الاول ديال الفيديو، كيجيو رائعين كاننا حضرناهم بالورقه ديال البسطيله. بعض المرات كنتشهيو هكا نتشهاو عفوا مملحات ما فيناش مثلا اللي يخرج يجيب الورقه البسطيله، فهاد الوصفه هذه زوينه بزاف. شوفوا البنات طلقوا العجينه حتى يبان لكم سطح العمل، وهذوك الفقاعات ديال الهواء كتدل ان العجينه مرتاحه وناجحه معكم من اول تجربه. صافي تنحاول نورق ديك الكويره، كنسرحها مزيان مزيان حتى كترقق مزيان، عاد باش كدهنها بهذيك الزويته كيف قلت لكم. درت زيت عاديه وضفت عليها القليل من داك الزيت اللي مرطبه فيه او دايره ليه تحميره والخرقوم البلدي، وهكا باش كيعطونا داك اللون الذهبي ديالهم. يعني كنتقاسم معكم جميع الاسرار البنات كيف شفتوا معايا العجين السحري، الخلطه السحريه باش كنورقوا اللي كنوضعوا فيها هكذا القليل من خميره الحلويات. صافي تستمروا على هذا الشكل حتى تكملوا الكويرات اللي عندكم كاملين. من بعد البنات غتبداو باول وحده شفتوا معايا هنا، ضروري تاني نغطيهم واحد 5 ديال الدقائق. غنرجع نبدا باول مسمنه وضعتها على شكل هكا مربع، والحشوه ديالي كتكون بردات تماما. صافي هنا البنات كيف كتشوفوا معايا غادي نسرح هذيك المسمنه عادي كاننا غنطيبوها في المقله، وتنرقوا غير الجوانب، الوسط غنخلوه شويه هكذا باش ما تثقبش لينا الوقت اللي غنوضعوها، بالاستعانه بهذه الغطايه كيف شفتوا معايا ديال الشوكولا، باش نحافظوا على شكل دائري يجيونا بسيطلات هكذا مقادين، ويعني كيكون الشكل ديالهم زوين. ركزوا على الجوانب البنات، عمروهم مزيان بالحشوه. وبالنسبه للعجين غتجمعوه هكذا في الوسط، يعني واخا تجي طبقه على طبقه البنات ديال هذيك العجينه راه كتكون مورقه وكطيب كتجي مقرمشه. هانتوما البنات على هذا الشكل غادي تستمروا بهذه الطريقه البسيطه جدا اللي كلشي كيعرفها حتى تكملوا الكميه اللي عندكم ديال البسيطلات كاملين كيخرجوا ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا معايا كميه وفيره. تدهنوهم هكذا عاوتاني بداك الزيت اللي فيه داك اللون الذهبي، ومن بعد غتاخذوا هكذا واحد العود او واحد القطيب خشبي وغادي تكوهم مزيان باش الوقت يدخلوا الفران يطيبوا ما يتنفخوش يخسر لهم الشكل ديالهم، ولكن يطيبوا ويتحمروا ويتورقوا كذلك. صافي غتدخلوهم الفران يكون سخون مزيان، النار من الاسفل حتى كيبدا يتورقوا هكا، كتنقصوا عليهم البوطه وتخليهم يطيبوا على خاطرهم. من بعد ما كيتحمروا كنخرجوهم مباشره هما مازالين سخان، نزينوهم عفوا هكا بشويه ديال الفرماج محكوك، كيجيو رائعين قلت لكم، كيجيو ولا اروع، مذاق راقي، كلشي كيقلب على مملحات يكونوا هكذا اقتصاديين سريعين، ولكن النتيجه ديالهم تجي هماويه. القرمشه البنات الشكل الراقي والمذاق اللي كيجي هائل، وتزيين بسيط، وكيبقى لكم الاختيار بالصحه والراحه. والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.